ومن أعظم الأعمال بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، أن يحسن الإنسان إلى والديه. هذه من بركاتها أن تجد الأثر حتى قبل الموت، قبل موت الإنسان. بل كثير من الصالحين كان الله عز وجل يستجيب دعائهم بسبب برهم لوالديهم. شيخنا، عندك قصة لإنسان بر والديه كان له يعني أثر على موته؟ نعم، هذه قصة أحد الإخوة يا أخوان، وكثير تأثروا منها، واتصلوا بي بعض الإخوة الشباب اللي كانوا يعصون والديهم وصاروا يبروا فيهم بعد هذا القصة. وهي قصة لأحد الإخوة حضر لي، يعني جاني أخوه في العمل وقال لي يا شيخ نحن هذا عندنا أخ لنا مات في دولة عربية ورايحين نجيبه ونبغاك تنتظرنا ثاني يوم عشان نشيله ونغسله وبندفنه مكة. متى هذا الكلام يا أخوان؟ كان في الخمسة الأوائل من ذي الحجة، عز الذروة وعز الحجاج، كل الحجاج من جميع أنحاء العالم موجودين. فقلت لهم الدفن في مكة يصعب في الأيام هذه، ليس يعني صعوبة بالنسبة للمنع، صعوبة بالنسبة لزحمة الحجاج. فقالوا يا شيخ نحن وانت على الله. ثاني يوم رحت انتظر كعادتي، أخذت سيارة الموتى ورحت على قسم الشحن الدولي اللي دائما ينزلوا فيه الموتى من خارج المملكة. وفجأة جابوا لنا جثة هذا الشاب المتوفي خارج المملكة في تابوت بسيارة الإسعاف حق المطار. أخذته في إسعافي وتوجهنا البيت أخوه في جدة. رحنا للبيت وجهزته، فكيت الشاب، كان ممتلئ الجسم، كان رجله الاثنين ويديه خارج المغسلة، لكن كان سهل جدا في تغسيله وتجهيزه. جهزته وحطيناه في الصالة، ودوبهم جو اللي كانوا معاه في الطيارة قالوا يلا يا شيخ. قلت يلا، قال نبغى نغسله. قلت يلا مغسل وجاهز في الصالة. استغربوا. قلت نعم. قال أخرونا الختم. قلت له جاهز مجهز، يلا نطلع مكة. قلت يا أخوان ترى مكة. قالوا يا شيخ أمرنا الله، أيام الحج هذه شيخ. نعم. فقال أخوه، قال يا شيخ خلينا نجيبه للوالد، نحن قلنا للوالد إنه مات وحندفنوه في الدولة هذه، لكن ما دام الوقت بدري خليه يجي يودع ولده، يودع أبوه وأمه. فدخلناه على الفيلا البيت في الحوش، فقال لا تنزل يا شيخ، نحن ننزل الأب يشوفه ويسلم عليه في الإسعاف، في الإسعافية. ففتحنا الباب ونزلوا الأب نزلوا. الأب ما هو كبير في السن، بس من هول المنظر إنه ولده قدامه أكبر شيء، فكانوا شايلينه على أكتاف منهار. فما دخل عليه أنكفه، رمى نفسه على هذا وقاعد يقبل فيه، يسلم عليه، يسمل عليه، يسلم عليه. فقال لي يا شيخ أكشف وجهه. هذا المنظر يا أخوان لا أنساه في حياتي أبدا، وما مر علي في كل حالات الموت، وعندي شهود على الكلام هذا. وأخوه ورحيم وزوج أخته. كشفت وجه الميت، وهذا الأب لما شاف وجه ولده راح انكف عليه تاني وميت ويسلم عليه. وفجأة يا أخوان وإذا بعين الميت اليمنى تدمع. الله. شفت ميت يبكي، ميت عينه اليمين تدمع. فأنا افتكرت من حر السفر أو حر الكفن، فمسحته بنفس الكفن تبع، نفس كفن، ومسحت له عينه وغطيته. ولاحظ أخوه رحيمه بالمنظر هذا. فأول ما نزل والده قام الأخ قال له يبا شفت فلان وهو يبكي؟ قال كيف يبكي؟ رجعوني تاني. فقلت له لا تقول له يعني لا يتأثر خلاص. قال إلا أقول له. فرجعني قال لي أكشف له تاني يا شيخ. فقلت له خلاص ابنك الآن. قال لي أقول لك أكشفه تاني. فكشف تاني، وإذا انكب عليه ويشوفه ويدمع مرة ثانية. سيبه. أنت شفته شيخ؟ نعم شفته بعيني، أو أخوه وزوج أخته. من قوة المنظر هذا لما شاف الأب ولده يدمع هو ميت ويطيح على ركبه في الصاج حق الإسعاف، ما يدري. ثاني يوم دري إنه متجرح مع الهواء. يبغوا ينزلون والدته مقعد على كرسي. قلت لا، إذا كان الأب صار له كذا فكيف الابن الوالد؟ غطيناه يا أخوان ودخلناه بالمسجد. وأنا داخل بالإسعاف على الحرم بدأوا الناس يهلوا. وقفني رجل الأمن قال لي فين رايح؟ قلت له عندي جنازة. قال ما أنت شايف الحجاج فارشين الأرض زي الجراد؟
نزل ميتك هنا وخليك تخالف. بس كلمة نزل ميتك وخليك تخالف، بنزل من السيارة لقيت ان الميت فكوا الحجاج، فكوا باب السيارة وشالوا الميت، شلوا. يحلف اخوه بالله يقول ما قدرت اشيل اخوي الا مرتين من كثر الحجيج. درت عكست ورحت اخذت تصريح الدفن ورحت للمقبرة، وكان في ذاك اليوم 8 جنائز، 6 للرجال والامرأتين في الحرم المكي، وسمعت الصلاة على الأموات. الشاهد في القصة هذه يا أخوان إنه صلوا على هذول الأموات 2 مليون مسلم. الله أكبر. تخيلوا. وفي الحرم المكي و2 مليون مسلم. نبغى من ال2 مليون واحد فيهم يدعي على هذا الميت يكون باب السماء مفتوح ويستجاب له. 2 مليون. ذهبت للمقبرة واستنيت الجنازة، وتجي 4 جنائز، ويجي عامل المقبرة يقول لهم الدفن في الناحية الشمال، ويروح الناحية الشمال، والجنازة تجي الرابعة عارفها بالغطاء حقها، ويخرج المشرف على المغسلة قال ما في جنائز، قلت له إلا دخلوا 3 في الناحية الشمال، قال لا الدفن هنا، وتجي جنازتي أول جنازة تندفن. هذا الشاب استغربت أنا. تسهلت كل الطرق. نعم سهلت كل الطرق له. اندفن، وقفوا الحجاج، تخيل وقفوا الحجاج يا شيخ على القبر وتوجهوا للقبلة وقاعدين يدعوا له. رحت أول يوم في العزاء رحت لبيته، ما نزل جدة، رحت لمكة ونزلت في بيته وجلست في العزاء مع المعزين، وأسأل اللي في جنبي مين هو ده الشيخ؟ إيش قصته؟ والله ما نعرف نشوفه في المسجد. أسأل الثاني، أسأل الثالث، ما في. رحت البيت ورجيت ثاني يوم العزاء إلا بعرف إيش قصته. فقاعد أسأل في الآخر قال لي يا شيخ روح أسأل أخوه. فجيت لأخوه أسأل، قلت له إيش قصته؟ إيش يعني عمله في البيت؟ إيش يسوي؟ إيش يصلي فين؟ يصلي فين؟ أصحابه فين؟ ليش كل التسهيلات هذه اللي نعم. الله سهلها لهذا الرجل؟ نعم. قال لي والله يا شيخ شوف، كل ما أسأل واحد يقولوا لي نفس هذا، بعد ما سألته وقال لي الجواب البقية كلهم يرد جواب. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء، يصلي ويصوم وكل شيء، بس في حاجة واحدة، حاجة واحدة. قال بار بوالديه، بار بوالديه. شفت أبوه كيف من قوة يعني من أعماله البر الوالدين. والده يوم يدخل دورة المياه يستنى أكرمكم الله ومعاه نعاله، يستنى لغاية ما يخلص يقدم له. الوالد الأم يقول يجي يحط خده يده على المحل اللي يقول فيه كان يشيل والده الله أكرمكم الله يدخله دورة المياه ويغسل له ويأكل ويشربه فيه. فلم أستغرب. وليش نستغرب يا أخوان؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. من أراد أن يحسن الله خاتمته فليبر والديه من الآن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دعاء من أمك ولا دعاء من أبوك تكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة. وأبوه ما انهار هذا الانهيار إلا لفقده أغلى شيء عنده في هذه الدنيا. ابن مثل هذا فقد الحياة كلها. وانظر كيف سهل الله له هذه الخاتمة. مليونين يصلون عليه، من أين جيء به؟ تسهلت الأمور كلها، وتسهل حتى دفنه، وعجل له إن شاء الله إلى خير يقدم عليه.